معاشر المؤمنين، ففي منتصف أو في ربع القرن الثالث حصلت حادثة عظيمة سطرها التاريخ في نصرة عظيم من العظماء لأهل الدين والملة والإسلام. نصر ضعيفهم ونصر صغيرهم وكبيرهم، وانتصر للإسلام ورفعت به راية الدين ونكست به معالم أهل الصليب من النصارى. في عام 223 قام ملك الروم البيزنطي وقام بعدوانه واعتدى على المسلمين، فهجم على زبطرة وهي مدينة لأهل الإسلام، فقتل نساءها وذبح أطفالها وأسر رجالها، ثم انطلق بعد ذلك إلى مدينة ملطية ففعل فيها ما فعله في زبطرة، وقام بتقتيل الرجال والنساء وذبح الأطفال وأسر الرجال ومثل بهم فجدع أنوفهم وقطع آذانهم. أما النساء فحدث ولا حرج، فعدد أسر النساء التي أسروهن وربطوهن عددهن 1000، حتى إن أحد جنود الروم النصارى قام ولطم امرأة من تلك النساء المسلمات فصرخت بأعلى صوتها: ومعتصماه، فبلغت صرختها المدوية إلى دار الخلافة وقصر الرئاسة في عهد المعتصم العباسي رحمه الله. فجاء رجل من المسلمين من تلك المدينة فقص عليه الخبر ما فعله الملك الرومي النصراني الخبيث في البيزنطي بأهل الإسلام في هاتين المدينتين، ثم أنشد له قائلا: هب الرجال على إجرامها قتلت، ما بال أطفال بالذبح ينتهب. فما كان من الخليفة العباسي المعتصم بالله إلا أن غضب غضبا شديدا، ثم ضرب بيده على الأرض قائلا: والله وأقسم بالله لأنتصرن للمسلمين ولأنتصرن للمرأة التي قالت ومعتصما. ثم استدعى القضاة والعلماء وقادة الجيش والأمراء فاجتمع بهم اجتماعا طارئا، ثم جمع الجيوش ثم وعظهم ثم ذكرهم بالله، ثم جعل العلماء والقضاة يذكرونهم أن النصر بيد الله، وأن هؤلاء بغاه، وأن هؤلاء صائلون على أهل الإسلام وبغاه، وأنه لا بد من نصر المظلوم ونصر أهل الإسلام. ثم أخذ يستشيرهم أي المدن أعظم حضارة وأكثر مالا وأعظم خضرة وأعظم جمالا وأعظم محبة إلى قلوب هؤلاء النصارى الخبثاء من أهل الكفر. فقالوا له: لا هناك أحب ولا أفضل ولا أجمل ولا أكبر ولا أقر إليهم من عمورية. فانطلق إليهم في اليوم السادس من شهر رمضان، ثم وصل إليها فأطبق عليها حصارا خانقا دام إلى اليوم 26 من شهر شوال 50 يوما، ثم افتتحها وقضى على النصارى وضمنها إلى بلاد الإسلام وغنم الغنائم العظيمة وقص مخالب ملوك النصارى ونكس معالمهم وأرغم أنوفهم في التراب. ثم بحث عن الجندي الرومي الذي لطم المرأة المسلمة، فجاءوا به فقتله انتصارا منه لمن نادته ومعتصما. ثم عاد حاملا راية النصر وراية الغنيمة والأموال الكثيرة، وضمت عمورية إلى بلاد الإسلام. هكذا كانوا يسخرون نعم
نعم الله التي أنعمها عليهم في منافع العباد ونصرة دين رب العباد وفي رفع راية الدين والإسلام وتنكيس معالم الصليبيين والكفار الأقزام. هكذا أيها الناس إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب بتدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله يرتغب في الله مرتغب. هكذا هم العظماء إذا نزلت النوازل بأهل الإسلام وإذا عدا عليهم الأعداء قاموا بنصرتهم وسخروا ما أنعم الله به عليهم شعوب يعني في نصرة هذا الدين ونصرة أهله، ولم يكن الأمر مقتصرا عليهم بل تقوم شعوبهم معهم متعاونين على نصر الدين والانتصار للمظلومين ودفع الشر عن المظلوم وقمع الظالم.